للمزيد تنضم إلينا من ستوكهولم الناشطة السياسية من إقليم تيغراي سعاد عبدو. أهلا بك معنا سيدة سعاد. تتوقعين ألا تصمد أديس أبابا أمام قوات تيغراي؟ ما هي المعطيات التي تؤكد اليوم قرب سقوط العاصمة؟ مرحبا بك أختي الكريمة وبالمشاهدين. أعتقد الحرب الآن صار لها سنة، وأنا أتعجب من الأمم المتحدة والعالم كله كيف لتيغراي التي حوصرت ليست فقط من قبل عام ولكن 3 سنوات من قبل دون أن يسمح لها بالميزانية 20 وميزانية 21، لأنه تيغراي ما زالت جزء من إثيوبيا ولها دور كبير في استثمار الذي حصل التطور في إثيوبيا. والآن يعني المفروض أن الناس تتكلم عن كيف نغيث هؤلاء الناس الذين منعهم أبي أحمد أن تصل لهم الأشياء الأساسية إليهم. يعني الأمم المتحدة لعدة مرات تكلمت ولكن لم يفعلوا شيء من أجل مساعدة هؤلاء الناس المظلومين. الذي تكلمت كما سمعنا في التقرير أنه عُملوا بالوحشية ولم نسمع لها من قبل. يعني رئيس وزراء لدولة يؤتي بعدو خارجي من إريتريا ومن مناطق أخرى ويدمر شعبه. فبالتالي يعني قدوم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى أديس أبابا هو من أجل هذا الهدف أساساً، يعني أن يجد شعب تيغراي الحل في المأكل والمشرب والمعونة والمستشفى وفي ضمان كامل لهؤلاء الناس 5 6 7 مليون بني آدم يعني. فبالتالي قدومهم هو من أجل هذا الهدف. لكن هل يكفي لإسقاط عاصمة مثل أديس أبابا؟ هو الاعتراض على أبي أحمد ليس فقط من قبل تيغراي، إثيوبيا كلها تقوم عليه الآن، سواء الأورومو أو العفر أو المجموعات الأخرى غير المرتزقة الذين يدافعون عن أبي أحمد. حتى في البرلمان نفسه عارفين أنه أبي أحمد لما يتكلم عن أناس يأتوا من الخارج ويحاربونه الكل ساكت لا يستطيع أن يتكلم. لكن أبي أحمد ليس مؤهل أن يكون رئيس للدولة مثل إثيوبيا. طب يعني إلى أي مدى ستستمر اليوم المعارك سيدة سعاد؟ إلى أي مدى ستستمر وإلى متى ستطول هذه المعارك؟ المعارك مؤكد سيكون لها نهاية يعني، لكن كيف ستكون النهاية أنا لا أستطيع أن أتنبأ. لكن تعاونهم مع مجموعة المعارضين الأورومو هم على وشك أن يصلوا إلى أديس أبابا، وكثير من المسؤولين اللي كانوا في السياسة أيضا ما زالوا الآن يبحثون عن طرق الهرب يخرجون. وحتى الآن الذي أعلنه أبي أحمد لفشله سياسيا جيشا ليس لديه جيش، فكيف يطلب من الناس أن يدافع عن نفسهم بأي سلاح؟ هذه حرب يعني طاحنة بين الشعوب بين الأهل نفسهم. يعني رئيس وزراء يعني يدعو للناس أن يدافع بنفسهم، فهذا فشل ذريع. لكن بالنسبة للحكومة ترى اليوم أن السيناريو عام 91 صعب أن يتكرر مرة أخرى، حيث أن اليوم أديس أبابا هي أقوى مما كانت في ذلك الوقت. ليس صحيح لأنه أبي أحمد الآن ليس له جنود، ليس له جيش يدافع عنه. كما تعلمين الجيش تيغراي هو كان الأساس في إثيوبيا، هو الذي كان يحارب، هو الذي كان يذهب إلى بلاد أخرى لحفظ السلام، كان له دور كبير. فليس لديه جيش الآن، بالعكس يعني يمكن هذه المرة أسهل مما كان من قبل، لأنه منغوستو هايلي ماريام كان عندهم معونات من السوفيت ومن دول أخرى كانوا يساعدونهم، مع ذلك هرب. فالآن أبي أحمد ليس لديه حل إلا أن يسلم نفسه، لأنه ارتكب جرائم حربية العالم كله شهد عنها. فبالتالي ليس مستبعد أن إطاحته. فكثيرين من القريبين منه يقولون ليسوا متفقين أيضا بين بعضهم، لأنه
لو لاحظتي الناشطين الامحار، الناشطين الاورومو يتكلمون عن خساره ابي احمد كليا، يعني على المجتمع الاثيوبي. شكرا جزيلا لك الناشطه السياسيه من اقليم تيغراي سعاد عبدو، كنت معي مباشره من ستوكهولم.